الله. خلصنا معاكم كمية القراص بالجمبري بالمنظر الجميل ده، طعمها في منتهى الجمال. بس نفسي بس تجربوا الجمبري بالطريقة دي، تحفة جدا، ومش هتبطلوا تعملوا الجمبري بالمنظر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل جمبري القراص. جمبري القراص جبنا الجمبري اهو، غسلناه غسيل حلو جدا ونضفناه. طبعا انا جبت لكم بعد ما اتقشر واتنضف واتغسل. وجايبين معاكم حباش بقدونس وكزبرة، وجايبين بصلايه ناعمه ناعمه قوي، تكون بصلايه ناعمه ما تكونش خشنه عشان ما تبانش في الاقراص وهي بتتحمر وترجع تتحرق في الزيت، عايزينها تكون ناعمه. جايبين معاكم البهارات، كاري حبه حلوين كده عشان الكاري طبعا هيديله لون حلو، معلقه جنزبيل كبيره ومعلقه كمون كبيره. وجايبين دقيق معاكم. الدقيق طبعا حسب ما بتمسكي العجينه، العجينه اهم حاجه تعرفي تعجنيها في ايدك ما تلزقش. وجايبين بضايه معاكم كمان اهي. طبعا المكونات دي كلها هنلخبطها على بعض ونحطها واوريها لكم هتبقى عامله ازاي في الاخر. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، خليكم معايا. ما شاء الله حطينا المكونات كلها اهي بالمنظر ده، الدقيق مع البيض مع الكاري ما شاء الله، ولازم نقلبه حلو قوي كده. طبعا هندور الحدق بتاعه، الحدق بتاعه لو عايز ملح هنزود له ملح. الدقيق لازم يتعجن حلو، وتشوفي العجينه في ايدك لو سايله زودي دقيق، يعني لازم تشوفي الدقيق عايز دقيق ولا كده كفايه، حسب سمك العجينه. ما شاء الله بالمنظر ده، ما شاء الله بقت بالمنظر ده كده. الدقيق طبعا لازم يتخلط حلو قوي. ما شاء الله ادي العجينه اهي. هنشوف بقى سمك العجينه. هنعمل عجينه بايدينا كده، طبعا معلش عشان انا بصور بايد وبشتغل بايد. هنعمل عجينه كده، عايزه لها دقيق شويه، هجيب شويه دقيق شويه وارجع لكم. طبعا نسيت اقول لكم ان احنا نحط حته تومه مدقوقه، نسيت اوريكم التومه دي. هنحط معاكم حته تومه كده مدقوقه، طبعا بتخليها طعمها حلو. طبعا شوف بقت لونها جميل جدا وخضره كده، الخضار بتاعها حلو قوي. هنقلب بس معاكم التومه بالمنظر ده كده في الجمبري كله. التومه بتخليها لها طعم جميل جدا، انا نسيت اوريها لكم. طبعا لما حطيتها وريتها معاكم. طبعا هعمل بقى الاقراص هقليها بقى واوريها لكم. طبعا هنحمر جنبها بطاطس محمره. طبعا البطاطس اللي لسه ما قشرتهاش هقشر البطاطس بقى واوريها لكم. وهعمل الاقراص في المقلايه واقليها واوريها لكم. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، خليكم معايا. احلى حاجه في البطاطس ما تحطوا عليها نقطه خل وشويه ملح صغيرين، بيدي البطاطس مقرمشه وبتبقى طعمها حلو. انتوا عارفين ان البطاطس بتاعت الشتاء بتبقى طريه شويه، فلما تحط لها ذره خل صغيره جدا وشويه ملح صغيرين جدا وتتحمر بتبقى حلوه جدا وبتبقى مقرمشه في الزيت. يلا بقى نحمر البطاطس وبعد كده هنقلي راس الجمبري ورا البطاطس، عشان طبعا الزيت ما يتوسخش من الجمبري. فالاول البطاطس تتقلى الاول وبعدين الاقراص بالجمبري هتتقلى بعدها. حطينا معاكم البطاطس هي تتحمر اهي، البطاطس هي بتتحمر اهي. بعد كده ان شاء الله هنقلي الاقراص الجمبري ورا البطاطس. طبعا يا حبايبي الاقراص الجمبري عملناها بالمنظر الحلو الجميل ده. طبعا الخضره باينه فيها ازاي، ولون الكاري مخلي الجمبري مصفري كده ولونه جميل جدا. طبعا بقى انا هوريكم هنعمله ازاي عشان تعرفوا الدقيق الكميه بتاعته مظبوطه ولا لا اما تيجي تحطوا كميه الدقيق. طبعا اهو احنا خدنا الجمبري وعملناه بالمنظر ده كده على ايدينا اهو. ما شاء الله الجمبري ماسك نفسه اهو، مش سايح ولا حاجه. اهم حاجه لازم يكون الجمبري ماسك نفسه كده مع بعض، والخضار بتاع الحباش ما شاء الله طازه كده وجميل وحلو، وكاري عاطي لون حلو للجمبري. طبعا الكميه كلها يا حبايبي عملناها اهي معاكم. هنقليها بقى معاكم بالمنظر الجميل الحلو ده. هخلص الكميه كلها واقليها وارجع لكم. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، خليكم معايا. طبعا البطاطس اهي، ما رضيتش بقى استنى البطاطس لما تتعمل لان كنتوا عارفين طبعا البطاطس ان هي بتغيب. وقمت عامله هنا مقلايه تانية اهي، حمرنا فيها القراص الجمبري اهي بالمنظر الجميل الحلو ده. ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. شوفوا اللون الحلو ما شاء الله، لونه جميل جدا وهو بيتحمر ما شاء الله. شوفوا القراصه عامله ازاي، ولا الريحه بقى ما اقولكوش على ريحتها، طعمها جميل جدا. البهارات طبعا اللي فيها الثوم ما شاء الله مخليها ريحتها جميله، والبهارات اللي فيها ما شاء الله. هنقلب بقى معاكم كده. . 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 .. . .
حلوه قوي، توفير بصراحه ربنا. الاقراص دي بتعمل كميه كبيره، يعني انت لو عندك كيلو جمبري، ممكن الجمبري مش شرط يكون كبير، ممكن يكون جمبري وسط، بيبقى حلو جدا قوي في الاقراص دي وبيبان ما شاء الله. يعني طبعا تغيير الواحد، طبعا انتوا عارفين ان هو زهق من الاكل والشرب وكده، ده تغيير. والاكل دي ما شاء الله بتاكل بالعيش ما شاء الله، بنعملها سندوتشات وبنعمل جنبها مثلا طحينه وشويه بطاطس متحمره. والحمد لله على كده، والف حمد وشكر ليك يا رب. ما شاء الله. هنخلص بقى الكميه كلها بقى معاكم بالمنظر ده، والبطاطس بقى تتحمر معاكم كده اهو. وبعد كده بقى اوريكم الطحينه كمان هنعملها معاكم. وخليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، خليكم معايا. ما شاء الله الجمبري اهو لونه حلو قوي. على قد ما نقدر برضه نكتر شويه الكاري عشان يبقى لونه اصفر كده وجميل وحلو. ان شاء الله حلو جدا. انا كنت هستنى البطاطس لما تتحمر، بس طبعا انتوا عارفين البطاطس بتاخد وقت، فسبتها تتعمل على راحتها. وقمت عامله مقليه تانية فيها الجمبري عشان اسعف الوقت بس. عشان طبعا انتوا عارفين عيالي بيجوا من المدرسه بيبقوا جعانين قوي، فانا عملت كده عشان ايه، اخلص يعني بسرعه. خلص بقى الكميه بقى كلها كده بقى واوريها لكم. الله. خلصنا معاكم كميه الاقراص بالجمبري بالمنظر الجميل ده، طعمها في منتهى الجمال. بس نفسي بس تجربوا الجمبري بالطريقه دي، تحفه جدا. ومش هتبطلوا تعملوا الجمبري بالمنظر ده، في منتهى الجمال والحلاوه، طعمه روعه. وادي البطاطس اللي حمرناها معاكم اهو، وشويه طحينه بس. يا رب الاكله تكون تعجبكم ان شاء الله، وجربوها باذن الله. ما تنسوش بقى، اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي ما شاركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله. خلصنا معاكم كمية الإقراص بالجمبري بالمنظر الجميل ده، طعمها في منتهى الجمال. بس نفسي بس تجربوا الجمبري بالطريقة دي، تحفة جدا. ومش هتبطلوا تعملوا الجمبري بالمنظر ده، في منتهى الجمال والحلاوة، طعمه روعة. وادي البطاطس اللي حمرناها معاكم اهو، وشوية طحينة بس. يا رب الأكلة تكون تعجبكم إن شاء الله، وجربوها بإذن الله. ما تنسوش بقى، اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي ما شاركش في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.